شايفة صينية البطاطس اللي قدامك دي؟ ايوه هي دي. تعالى اقولك ازاي تعمليها بطعم وريحة زمان من غير افتكاسات كتيرة. عندي طاسة هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة او الزيت براحتك. هبدأ اصدم اللحمة بتاعتي كويس على الجانبين. هصدمها كويس جدا بحيث اللحمة تاخد معايا لون بالشكل ده. وبجد صدمة اللحمة في الزبدة بتديها طعم تحفة. هبقى بهارها بجوز الطيب ولورا وفلفل اسود و7 بهارات بس كده، وهديها مية زي ما انتوا شايفين لحد نصها، وهغطيها واسيبها تستوي براحتها تماما. عندي هنا بصلتين كبار قطعتهم جوليان وبطاطس وفلفل. طبعا الفلفل الرومي بيودي صينية البطاطس في حتة تانية وعن تجربة وجربوها. هحط البطاطس والفلفل والبصل في طبق غويط عشان اعرف احط عليهم التوابل واقلبهم، والخطوة دي مهمة جدا، اوعي تسكب بيها خالص. هديهم بقى الملح بتاعي، الملح على حسب رغبتك. وبعد كده ربع معلقة من الفلفل الاسود، تمام، والسبع بهارات والبابريكا. وهبدأ اقلب الكلام ده كله كويس جدا 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 بايدي، بحيث اخلي الخضار بتاعي يتشرب تماما التوابل. بجد الخطوة دي بتفرق في الطعم جدا. تمام. هنا اللحمة بتاعتي خلاص استوت، هبدأ اشيلها كده، وعلى الصوص الجميل بتاعها الباقي هحط نص معلقة من الثوم وهشوحها. واول ما اشم ريحتها هنزل بالبطاطس والبصل والفلفل بتاعي، هشوحه كويس قوي لحد ما البطاطس كمان تتصدم. تمام تمام. اول ما البطاطس بتاعتي تبدأ كده تاخد صدمة هنزل باللحمة، وهبدأ ارص شكل صينية البطاطس، وهديها 4 طماطمات فرماهم كويس جدا في الكبة، وهغطيها بعصير الطماطم بتاعي كويس قوي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. تمام. هغطي صينية البطاطس وعلى نار هادية، تمام، قريبة للمتوسطة الهادي. هخليها تستوي براحتها وتتسبك براحتها تماما. وهنا بعد ما استوت حمرت وشها. بجد اتمنى تجربوها، خطيرة وسهلة وطعمها جنان. طبعا قدمتها مع رز بالشعرية لا غنى عنه، وسلطة او مخلل ده بذوقي. شكرا، باي باي.